هاي مقدمة جديدة. اليوم عندنا قصة، ما اريد بس تفعل زر اللايك وندخل للمقطع. قاعد بامان الله واشوف واحد معلق لي سوي قصة عن اول يوم بالمدرسة. فكرت بالموضوع وقلت يب خوش فكرة. رحت للثلاجة اشبع معدتي حتى اقدر افكر واسولف، لان انا من اجوع ما اعرف اسولف. فتحت الثلاجة ما لقيت بيها شيء، رجعت قعدت ورا 10 دقائق هم رجعت فتحت الثلاجة وهم لقيت بيها شيء. بعدها اقتنعت الثلاجة ما بيها شيء، قلت خلي اتذكر القصة. قبل لا اتذكر القصة تذكرت عندنا ثلاجة ثانية. لا كذب. اول يوم مدرسة ما اعرف شنو معلمين، عبالي وحوش من اشوفه اريد ابكي من الخوف. والله اني يعني كلش صغير من سجلت بالمدرسة. اول يوم كان الخميس والطلاب كلها طالعة اصطفاف وانا واحد منهم وميت من الخوف. بس طلعوني شفت اخوي الكبير قدامي، يعني ويا جماعة السادس بالاصطفاف. ركضت لاخوي وانا اصرخ ما والطلاب تباوعوا وتضحك. ايه والله موقف خايس. اخوي بيوم اتفشل رجعني المكان يقول لي شبيك؟ قلت له ما رجعني اريد ابطل ما اريد. قلت رجعني. وبعدها قنعني وكملت وتعودت. ومن نجح الصف الثاني قلت لهم ما اريد الصف الثاني، اريد ابقى بصفي. وبعدها اجاني اخوي قنعني ورحت للصف الثاني. والله العظيم ما كذب، بالباب موجوده صخره يسدون بها الباب، ما كان موجود قفل. يعني تعرفون دوله تعبانه ايش اسوي مثلا. تعثرت بالصخره وبقيت ابكي واصارخ. وجاني اخوي قلت له والله بعد ما ابقى بهذا الصف الا ترجعني. اخوي شاف الامر ميؤوس منه قال تعال ارجع يلا. وهسه انا عمري 18 سنه وبصف الخامس اعدادي. اعتقد المثل هسه السادس ما ادري كليه، يعني والله خرب هبل. وعندي قصة ثانية، وهاي القصة كلش مهمة اتمنى تشوفوها للنهاية. وهاي القصة بدايتي باليوتيوب انا واخوي اللي هو صاحب القناة. كيف صاحب القناة؟ كنا اني وياه نصنع مقاطع تمثيل، وهاي كانت البدايه والسنه الاولى لنا بالقناه. استمرينا لمده سنه او سنتين بالافلام والتحشيش. اي نعم كنا نحش شوي. وما نجحت القناه وتركنا هذا المحتوى واتجهنا لردات الفعل. استمرينا لمده سنه وما نجحت. وبعدها اجت الببجي ولها جمهور كلش هواي واتجهنا للببجي. والله العظيم ما كذب وليش اكذب اصلا. بعد ما اجت الببجي احنا هم سوينا مقاطع ببجي وما توفقنا. فاخوي فقد الامل قال لي اخذ القناه انت كمل بيها. بهاي اللحظة أنا كنت ضايج، كان عندي حلم وهذا الحلم بكل الطرق ما نجح. أخذت له فترة وجا محتوى الكومنتري اللي هو هذا اللي جاي أقدمه. وهاي القناة بقت باسم بشور كريزو اللي هو أخوي. يعني أنا مو بشور كريزو، بشور كريزو هو أخوي، بس أنا جاي أحكي بهاي القناة باسم بشور. ليش بقت باسم بشور وما غيرتها؟ لأن أنا وأخوي بشوري كنا خايفين هم ينجح هذا المحتوى، وإذا ما نجح المحتوى هذا ياخذ القناة بشوري. فبقت باسم بشوري. قلت ما عندي مشكلة، من تكبر القناة أغير الاسم وأوضح للمتابعين. الحمد لله جاي أشوف دعم رهيب وما تقصرون وياي. شكرا لكل شخص وقف وياي ولو بلايك. أخوي سوى قناة أفلام حاليا قلت لكم عليها بالمقطع السابق. تعرفون هاي القناة بعد ما نطيها يعني نجحت بيها الحمد لله. هسه جاي اشوف دعم رهيب منكم وما تقصرون والله. كفو منكم كفو. اسمي راح يكون سومي. اوكي انا سومي وانتم منو؟ بس ما راح اغير الاسم، خليه على بشوري. ان شاء الله من اوصل 100,000 مشترك اغيره، او احتمال بعد فتره. شنو رايكم اسميه سومي تيوب؟ عجبني الاسم صراحه. ويلا خلص المقطع. شكرا على المشاهده وشكرا كل شخص ساندني وكل شخص شار المقطع وكل شخص جاب صديقه وخلاه يشترك بهاي القناه. ويلا احبكم كوما.